نفسي أعرف مين اللي أشار على المستشار مرتضى منصور برجوع فيريرا تاني. المستشار مرتضى منصور بعد مباراة الأهلي وإقالة فيريرا طلع وقال كنا مجتمعين مجلس إدارة الزمالك وخدنا قرار بإقالة فيريرا قبل مباراة الأهلي، وفعلا بعد مباراة الأهلي والخسارة 3-0 أقالوا فيريرا. مش هنا المشكلة، المشكلة في الاجتماع كلهم أجمعوا رحيل فيريرا أو إقالة فيريرا إلا واحد بس. عاوزين نعرف مين الواحد دول، مش عشان خاطر كان رافض إقالة فيريرا، عشان خاطر قدر يضحك على مجلس إدارة الزمالك خلال 10 أيام ويرجع فيريرا تاني. عاوزين نعرفوا مين ده. ده لازم يتبتر من مجلس إدارة الزمالك، كونه إنه يقدر يضحك على مجلس إدارة الزمالك بالكامل ويرجع فيريرا من تاني. دول لازم يتبتر من وسطكم فورا، لأن القرار مدام اتاخد بإقالة فيريرا خلاص كله يلتزم بإقالة فيريرا. ولا كنا شفنا المنظر المهين في مباراة فاركو وهو قاعد على الدكة وبالفعل برف وسايب أسامة نبيه يشتغل وواقف على الخط ومش معبر أسامة نبيه، ولا أسامة نبيه راح ناحيته على الدكة ولا كلمه ولا قال له طب إيه الدنيا، ولا قال له نبدل مين ولا نجيب مين. على فكرة خطأ حسام عبد المجيد وارد جدا في الهدف الأول، وارد جدا. أنا بباصي كورة وتشتت مني وياخدها المهاجم ويدخل تك تك على عواد جول، خلاص انفراد. الوكسة الشديدة في الهدف الثاني ولا الثالث مشكلة. على فكرة الثالث الواد دخل عنترية ما لقاش حد يعمل معاه فاول تكتيكي، هي كلهم وقعوا وهو داخل تك على 18 تك على 6 ياردة تك في عواد جول. انما الوكسة الكبيرة في الهدف الثاني، شوف الراجل هو بيستلم الكورة على صدره، ودي في حد ذاتها إهانة لنادي الزمالك. الضربة على الصدر بياخدها بكل ثقة. ده راجع لإيه؟ راجع لأن فاركو نازل بكامل احترامه لنادي الزمالك، وللأسف نادي الزمالك نازل وهو خايف من فاركو. شوف الواد ياخدها على صدره يسلمها لعمرو جمال. عمرو جمال ما يترددش لحظة إن يشوطها أو يسددها في مرمى عواد في نفس كورة الهدف الأول، ودي عواد باع أرضه فيها. ليه؟ لأنها في المستطاع. عمرو جمال من بره ال 18 بيسددها جوه، عواد الكرة مكشوفة له. هيقول لي عملت بطل في الأرض ولا هيقول لي عملت إيه في الأرض؟ لا، أنت المفروض جول بيقولوا عليك إنك أنت أحسن من الشناوي، المفروض دي تصد. الكارثة الطامة في الهدف الثاني اللي دخل في الزمالك، يجي فاروق جعفر ويصرح تصريح يقول لك لا مباراة الدوري هنحيها على جنب، واحنا يوم الجمعة معانا مباراة افريقيا دي لها شغل تاني. ايه؟ مباراة افريقيا اوريدي مكملة للدوري المصري. شوف نسبتك كام في المية في الدوري المصري حاليا عشان خاطر تعرف تلعب افريقيا الجمعة اللي جاية في استاد القاهرة. يعني المباراة اللي جاية لازم الزمالك تفوز، بس عشان لازم الزمالك تفوز لازم تعرف نسبتها المئوية في الدوري المصري كام في المية. لازم تشوف آخر 10 مباريات الزمالك ماله ليه مستواه تحت المتذبذب. لازم تشوف كده، مش تقول لي إن حضرتك لا دي مباراة الدوري على جنب ومباريات أفريقيا حسابات تانية. لا، هي أفريقيا مكملة للدوري المحلي. أنت نسبتك كام في المية في الدوري المحلي؟ ما تصدقش رضا عبد العال لما بيقول الدوري المصري أكبر من أفريقيا. لا، استحالة، دول أبطال الدوري المحلي بتاعهم. يعني مش هيكون الدوري المصري أكبر من دوري أبطال أفريقيا لو حتى قلنا إيه. وما فيش أي دوري في أفريقيا أكبر من دوري أبطال أفريقيا على فكرة، عشان خاطر الكلام الهجايس بتاع رضا عبد العال اللي ضحك على الزمالك بيه ويقول لك إن أفريقيا أقل من الدوري المصري. لا، الدوري المصري أقل من دوري أبطال أفريقيا. ممكن يكون
او اكيد هو اكبر دوري في افريقيا. فالزمالك هتعمل ايه كابتن فاروق جعفر الجمعه الجايه على استاد القاهره في افريقيا؟ الله اعلم. لازم تشوفوا حلول خلال الاربع ايام اللي جايه دي، لازم تفوقوا اللعيبه. عندك خالد الغندور بعيد كل البعد عن النادي وعن الفريق، لانه حاليا مستمتع بالاهلي في كاس العالم للانديه، بدليل انه بيشرح هدف محمد مجدي قفشه في سياتل ساندرز قاضيه ولا مش قاضيه، ولا بضلك، ولا تسديده من بره ضربت في المدافع اتحولت دخلت في الجول. بيحلل تحليل جميل للنادي الاهلي خالد الغندور. بصراحه ما شفتش اجمل من تحليل خالد الغندور على اداء النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. هو اوريدي بعيد كل البعد عن فريق نادي الزمالك ايضا. فلازم الناس اللي موجوده في نادي الزمالك لازم تشوف حل للفريق، لازم تتكلم مع اللعيبه، لازم تتكلم مع احمد فتوح بعد اللي حصل له منشطات ومخدرات والكلام ده كله، لازم تشوف حل. احمد فتوح ما كناش شايفينه في الملعب امام فاركو. فاركو كان نازل محترم الزمالك، الزمالك اللي كان خايف من فاركو، وشفنا الثلاث اهداف توضح لك قد ايه لعيبه الزمالك كانت خايفه من فاركو، ما كانش محترماها بس، لا دي كانت خايفه. انما فاركو ما كانش خايف من الزمالك، ولكن كان نازل بكامل احترامه لنادي الزمالك. عشان كده تك الهدف الاول، تك الهدف الثاني في نهايه المباراه، بدل ما تجيب الزمالك هدف شرفي يدخل فيها الثالث بطريقه مهينه. الولد يدخل دخله عنتريه، ما فيش حد عارف يلمه، ما فيش حد عارف يعمل معاه فاول تكتيكي، لدرجه ان الواد هوب دخل لل 18 السكس يارده هوب في الجول. جول الله اعلم ازاي حصل ده، ما حدش يعرف لحد دلوقتي. هم مذهولين من اللي حصل من الجول الثالث، ولكن مش هو الكارثه، الكارثه في الهدف الثاني، الكارثه في الهدف الثاني. وضربه الصدر بتاعت اللاعب هي الاهانه الكبيره لنادي الزمالك، وكان هدف عالمي وهدف جميل من عمرو جمال في شباك نادي الزمالك تحديدا، عشان خاطر عواد باع ارضه. يا اولاد الكارثه الطامه ان الزمالك يستمر على حاله دون ما دام الاداره فيها تخبطات بالطريقه دي. لازم الزمالك حد يشوف حل في اداره نادي الزمالك، او يشوفوا لكم حل في الراجل اللي هو كان رافض اقاله فيريرا في المجلس ويتبتر من مجلس مرتضى منصور.